إذا قيل بأنه يعتاد المساجد كان هذا الجواب محل طمأنينة واستقرار وأمان. إن المساجد محل إيمان واطمئنان وأمان. إن هذه المساجد بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى، بنيت لحفظ كتاب الله، بنيت لتدريس شرع الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لهذه القرية، أسأل الله تبارك وتعالى كما فتحت هذا الجامع ربي يفتح عليكم إن شاء الله فتح العارفين بالله إن شاء الله. ماذا بين هذا الجامع على هذا المدرس القرآن الكريم. هذه بيوت الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ترفع وأن تشيد وأن تبنى بالشيء المادي وكذلك تبنى بالشيء المعنوي، فالمساجد مصانع رجال. نشهد في هذه المناسبة المباركة افتتاح بيت من بيوت الله، وهو مسجد معاذ بن جبل، والذي شاءت الأقدار رغم نقص الموارد إلا أن تمكن أهل هذه القرية المباركة بفضل تعاضد الجهود من إتمام هذا البيت، وها نحن اليوم بصدد افتتاحه. هذا البيت الذي يعتبر إضافة إلى قائمة الأملاك الوقفية، حيث نشهد تزايد لافت في عدد الأملاك والمساجد العاملة اللي بلغ عددها إلى 300 إلى 440 مسجد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام أهل المنطقة والولاية عامة ببيوت الله وافتتاحها. ها هي دائرة عشعاشة يفتتح فيها مسجد من مساجدها، مسجد معاذ بن جبل دوار الصغيرية بلدية خضراء. هذا الحدث الجلل الذي حضره الطاقم الإداري لإدارة شؤون الدين والأوقاف للولاية نيابة عن الأستاذ الأمير الحاج محمد الأمير عبد القادر الحاج محمد، كما حضر هذا الحدث يعني أئمة ومشايخ، حيث كان إقبالا شاسعا معبرا عن هذه الفرحة التي لا يستحق بعدها فرح، والحمد لله رب العالمين. باعتباري أنني من أهل هذه المنطقة أحيطكم علما أن هذا القرية الصغيرة التي استضافت هذا الحفل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صرحا وقصرا يعني نورانيا بالقرآن الكريم إن شاء الله. وهذه المنطقة رغم صغرها إلا أنها في وقت الاستدمار والاستعمار الفرنسي فيها 18 شهيدا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يجازيهم عنا كل الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ سي أحمد دقيش أن يكون هذا المشوار مباركا لك إن شاء الله سبحانه وتعالى، والقائمين الشيخ صابري سي أحمد بارك الله فيه على هذا المجهود ومن معه. نسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا الجزائر الحفظ والسلامة.